وصل صوتك. الحضور الامني مكثف في محيط مطار تونس كرتاج الدولي في انتظار وصول الطائره الحامله لعماد بن صالح مدعو ابو عبد الله التونسي والقادمه من القاهره، واللي على ما يبدو انها توصل في حدود ساعه الواحده معناها تو بتاخير، بعد ما كان من المبرمج انها توصل في حدود منتصف النهار و30 دقيقه. ابو عبد الله التونسي هو احد قاده السلفيه في تونس واللي تم ايقافه في مصر الاسبوع الفارط بتهمه تزوير جوازات سفر مقابل اموال كبيره. الحركه في مطار تونس كرتاج تعتبر عاديه الى جانب حضور الامني المكثف، وتم في الاثناء ايقاف عدد من المحسوبين على الطائره لتثبت هوياتهم وسبب تواجدهم في المطار. الطائره الحامله لابو عبد الله التونسي والقادمه من القاهره حطت بمطار تونس كرتاج في حدود الساعه الواحده، وعلى ما يبدو انه تم اخراجه من باب خاص، وللتذكير فانه تم ايقاف ما يقارب 15 شخص محسوبين على التيار السلفي للتثبت في هوياتهم واسباب تواجدهم في المطار، وما ينفعش بعضهم وجودهم لاستقبال ابو عبد الله التونسي، فيما كان البعض الاخر موجود اما للسفر او لقضاء حاجيات اخرى، وتواصلت حركه عاديا في محيط وداخل مطار تونس كرتاج حتى وقت الحضور الامني من الصباح.